لن ينسانا الله، سيؤتينا من الغيب أحلى، فينسينا ما قاسينا. لن ينسانا الله، لن ينسانا الله، وسيغنينا به عن سواه، فلا نطلب الله. السلام عليكم البنات، شراكم لاباس؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. الوصفه تاع اليوم ان شاء الله غريبيه تاع الكاوكاو بذوق حلوه الترك والكراميل. قبل ما نبداو في الوصفه نصلوا ونسلموا على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. نبداو في المقادير وطريقه التحضير. اول شي هنايا عندي كيلة تاع ايدام، كنت هنا اخلط نص زبده ونص سمن. الاحسن ثاني يكون الزبده ولا السمن تاعك على شكل بوماضه. هيا انايا كان بارد الحال بزاف ليه جمدت لي. حطيت هنايا السمن والزبده في البيترا. ما عندكش البيترا تقدري ديريها بالباتير، ما تقدري ديريها بيدك. هنايا الدور تاع البيترا ولا تاع الباتير راهي تضاعف الحجم تاع السمن والزبده اللي درناهم. اذا جينا الغريبيه خفيفه، زيت السمن والزبده هنايا يدوروا شويه في البيترا حتى يوليو على شكل بوماد. شفتوها هنايا قبيله كانت شويه جامده. زدت ضفت لها كيلة تاع سكر، ضفت لها هنايا نص كيلة تاع سكر عادي ونص كيلة تاع سكر قلاصي. زدت لها 250 غرام تاع حلوة الترك، عطر الكراميل. علبة الترك مع عطر الكراميل راح تمدلها ذوق بزاف مليح. زيد لها رشة تاع ملح، ضروري نديروها لتعديل الذوق. خلي المكونات اللي حطيتهم كامل يتخلطوا مع بعضاهم حتى يتبدل اللون تاعهم. هنايا المكونات كامل قاعدين يتخلطوا. كاين واحد الضيف حاب يطل عليكم باش يقولكم باي باي طاطاواتي. هنايا قاعده نخدم وهو قاعد يبكي باش نهزو. نس ولد اختي ربي يحفظه ان شاء الله. ما تخلطوا المكونات مليح وتغير اللون تاعهم. مذاب ذاك السكر اللي حطيناه لو كان ما يذوبش من بعد مش راح تنجح الغريبيه تاعنا وراح تجينا يابسه. هنايا جبت القصعه اللي راح نخلط فيها. انتيا تقدري تجيبي قصعه بسينه، المهم حاجه تكون نظيفه وتقدري تخلطي فيها وخلاص. جبت كيلة تاع كاوكاو بالقشور، حمصتها مليح ورحيتها متوسطة. لكن ما عندكش كاوكاو بالقشور تقدري تستعمليه عادي مصحوه بالقشور راح يجيك احسن. زدت حطيت عليها كيلة تاع فرينة. سر تاع الغريبيه هنايا ثاني باش تجيك بنينه انك تحمصي الفرينه تاعك في بلاطو وتحطيها في الفور. النار تكون شاعله من تحت وتكون ناقصه طول، وساعه على ساعه تحركيها باش ما تتحرقلكش. الفرينه هنايا استعملت 2 كيلات. نتوما البنات ما ديروش الغلطه اللي درتها انا، طوهم 2 كيلات على ضربه واحده. ديروا الكيله الاولى ودخلوها مليح، تقعدوا ضيفوا في الفرينه بشويه. بقى ثاني دائما على حساب الفرينه، كاينه اللي تشرب وكاينه اللي ما تشربش. انا فرينه هنايا تاعي كانت شويه تشرب. الكميه هنايا كبيره بزاف على قصعه واللي تنقصت شويه. نمحر فيها هنايا بيدي مليح. شوفوا في الغريبيه هنا كلش تاعها ساهل، بصح في المرحله هذه هي اللي شويه صعيبه والتعب. ما حبيتش نقطع الفيديو ولا نسرع فيه. تشوفوا القوام تاع العجينه اللي لازم تحصلوا عليها.
قوام تاع الغريبية اللي لازم تحصلوا عليها. نبدأ نشكل في الغريبية. وزنتها هنايا 30 جرام. ميزان هنايا يبقى على حسب اختيارك، حبيتيها الحبة تجيك كبيرة شوية ديري 35 ولا 40 جرام. بالنسبة لي أنا كانت 30 جرام مليحة، منحبش الحبة تاع القاطو تجيني كبيرة بزاف. ما ديريش بالطابع، جيبي شوية تاع عجينة حليها بالحلال، سمك اللي حبيتيه انتيا، كاس ولا طابع مدور، وديريها نصف دائرة يجيك هلال. نهار هذا كنت مريضة بزاف، كانت اختي تعاون فيا انا نوزن لها وهي تطبع فيهم. بعد ما تعمر البلاطو جبت حبة تاع بيض، خلطتها مليح ودرت لها شوية تاع فاني باش تروح لها ريحة البيض، قمت بها الوجه تاع الحبات كامل. زدت حطيت لهم شوية تاع كاوكاو من فوق بالكشور. كملتهم كامل، نحطهم في الفرن اللي يكون مسخن مسبقا، النار تكون متوسطة، البلاطو يكون محطوط في النص، وهنايا كل وحدة وتعرف الفرن تاعها كيفاه يطيب. هنايا بعد ما كانت طابت الغريبية في الوقت حوالي 25 دقيقة. حليت لكم وحدة باش تشوفوها كيفاه طابت خفيفة ما شاء الله. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفة تاع اليوم وتجربوها وتنجحوا فيها. خلوش عليا البنات بجام واشتراك وتعليق حلو كيفكم. في وصفة قادمة ان شاء الله. سلام.